سلام الله عليكم العشرين. اليوم نبداو عاوتاني قصة جديدة، رحلة جديدة غادي نسافرو فيها الجميع. لكن قبل ما نبداو هاد القصة بغيتكم تركزوا فيها مزيان، حيت فيها بزاف ديال الاحداث. ولا بغيتو ديروا معايا المزيان كيف العادة، ديروا شي تعليق زوين وشاركوا الفيديو مع اصحابكم باش تكبر الكليكه ونزيدو بالكريسه لقدام. قصتنا هاد المرة على واحد الصيني وواحد الهندي اللي داروا واحد الكارثة قدها قداش. الله ينجينا وينجيكم. غنبداو بعشيرنا الصيني. واحد الليله لقاو البوليس الطوموبيل ديالو عامره بالدم وهو ما لقاوهاش، واول وحده يصونيو عليه هي مرتو، ومرتو مسكينه كتسينو يجي للدار تعطل عليها. لكن ملي اتصلوا بها البوليس هاد الاتصال غيكون صدمه بالنسبه ليها. قالوا لي راه لقينا طوموبيل راجلك عامره بالدم، وحتى من الطوموبيل راه غير كاريها ولقيناها في واحد الطريق حدا الغابه، لكن راجلك ما لقيناش. وراش كاينه بلي تقتل، واش عندك شي معلومات عليه؟ السيده غير سمعت داك الخبار بقات تبكي وتغوت. وهاد العائله الصينيه متكونه من اب والام وجوج بنات صغار، وحده في عمرها 4 سنين والاخرى 3 سنين. المهم قالت اليوم راجلي مسالم ما عنده لا عاده ولا والو. بقاو يقلبوا البوليس النهار الاول، النهار الثاني، الثالث. البوليس الرأي ديالهم مستقر بلي تختطف وتقتل. على هذا الاساس اتصلوا بمرتو علموها. قلبوا الغابه كامله والو تقول واش بان حس الاثار ديالو. وقالوا لي راه من بعد ما درنا تحليل الدم لقينا بالفعل ديال راجلك، وراه شي واحد قتلو ومخبي الجثه ديالو. وهاد المرة مسكينة ما تقدر تعيش بلا راجلها، حيت كتبغيه بزاف، وحتى هو على ما قالت كيبغيها وعندهم بنات. وهاد العائلة عليهم بزاف الكريديات. المهم من بعد 3 الاسابيع ناضت ديك المرة وهزات بناتها بزوج، داتهم لواحد لابيسين ديال واحد جارتها، وغرقات راسها وبناتها بجوج حتى ماتوا ب3 بيهم. دازت ايام قليلة لقاوهم الجيران مقتولات، والمهم طلعوهم للفوق. ناضوا دوك الجيران عيطوا للبوليس والوقايه المدنيه، هزوا دوك الجثث ديالهم 3 وداروا البحث. لقاو بلي هاد المراه وبناتها مرت داك الراجل اللي مات مقتول هادي 3 الاسابيع. لكن شنو هي الصدمه في الموضوع؟ ان داك الراجل بان صحه سلام ما بيه والو، مشى قدم راسو للبوليس وبقى كيبكي ويتنقص عليهم. قالوا ليه البوليس فين كنتي؟ رونتينا شحال كنا كنقلبوا عليك. قال لهم انا نعترف لكم وخاصكم تعاقبوني. قالوا لي علاش نعاقبوك؟ قال لهم حيت مرتي انتحرات هي وبناتي. قالوا ليه مزيان وانت شنو ذنبك بهذا الشيء؟ قال لهم سمعوا القصه وحكموا ما تزربوش. واخا سيدي تفضل قول لينا هكا. قال لي واحد الضابط. قال لهم انا درت واحد الخطه، درت تأمين على راسي بقيمة 175,000 دولار، وخليت مرتي هي الوكيلة الوحيدة على هاد الفلوس. يعني ملي نموت انا حتى واحد ما غاديش ياخد هاد الفلوس الا مرتي. داكشي علاش درت هاد الخطة. مشيت كريت طونوبيل بسميتي وجبتها لهاد الخلا وجرحت راسي وخليت الدم يقطر وسط الطونوبيل. من بعد مشيت تخبيت في واحد الغار في واحد الجبل، وقلت ما نقولهاش لمرتي نخليها تيق باللي مت وترضى بالمكتوب، وتمشي تاخد دوك الفلوس التأمين. ومن بعد ما نعرف بلي خدات دوك الفلوس نبان انا، ومن بعد ناخدو دوك الفلوس التأمين ونخلصو دوك الكريديات اللي علينا اللي القيمة ديالهم 100,000 دولار، وتبقى لينا 75,000 دولار نعيشو بيها. لكن تصدمت ملي مرتي الحنينة ما صبراتش على فراقي وقتلت راسها وبناتي. العشرين والفيديو ديال هاد الصيني راه كاين في اليوتيوب، راه حمق بسبب هاد الجريمه اللي ارتكب بدون قصد. واجيو تسمعوا قصه ديال هاد الهندي القتال منا واخر. هذا قتل مرتو بواحد الطريقه بحال ديك ديال الافلام. في 2012 وقعت هاد الكارثه في الكويت. واحد الصحفيه في الكويت متبعه غير اخبار المحاكم،
كتبت هاد القصة على شكل مقال. وشنو هي هاد القصة؟ اسمعوا معايا مزيان. كاين واحد الهندي مزوج وجاي مرتو يعيشوا في الكويت، هو خدام شيفور في واحد الشركة. ايوا سيدي، هذا الراجل الهندي كيمثل على مرتو داك العاشق والهان، وراكم عارفين العنود في هادشي تمثيل خطر، وهو داير علاقة مع واحدة أخرى تعرف عليها في الخدمة. غير باش تعرفوا العشرين في الهند في بعض المناطق المرأة هي اللي كتعطي الصداق وتجيب بيت الناس، وهذا مرتو من ديك المنطقة هي اللي عطات ليه الصداق وجابت ليه بيت الناس، ما خلات ما دارت على قبلو. واخا هكاك ولد العبد باغي يتفك منها وما عرفش كيفاش يتفك منها باش ما تديليش دوك الاملاك، حيت عندهم قانون تماك الا بغيتي تطلق ولا تزوج على ديك المراه كتدي كلشي. المهم قالاش ندير ما ندير، مثل عليها واحد التمثيل خطير على انه كيبغيها وما يقدرش يعيش بلا بها، وكيخرجها مرة ما كيخلي ما كيدير على قبلها. واحد النهار غادي يفاجئها، قال لها غادي نقتل راسي. السيدة دارت بها الدنيا وما فهمت والو. قالت لي علاش تقتل راسك؟ قال لها ما نقدرش نعيش في هاد الحياة وانا عليا الكريديات والمعيشة غالية. المهم بقى كيبكي ويشكي عليها وكيطيح ليها في الضيم باش تيقولها بلا مسكين. ايوا سيدي، من بعد ما تبتها قرر واحد النهار يخرجها لواحد الجردة. مشى جاب معاه واحد كاس العصير حط فيه السم، وقال لها قبل ما نشرب هاد الكاس بغيتك توعديني ما تزوجيش عليا. ايوا السيدة راه كتبغيه، بقات كترغب فيه وتزوق فيه. قالت لي عافاك ما تنتحرش، انا كنبغيك وما خليت ما درت على قبلك، واي حاجه بغيتيها نحضرها لك، راه ما نقدرش نعيش بلا بيك، ولا بغيتي تنتحر انا ننتحر معاك. امسخو طيحها في الشبكه، عرف بلي حكمها. نقز وقال لي لا حبيبه ديالي عيشي حياتك، غير هو بغيتك تكوني مخلصه ليا من بعد ما نموت. قالت لي مستحيل نخليك ولا نتفارق معاك، يا نعيشو بجوج يا نموتو بجوج. قال لي واش بصح هادشي اللي كتقولي؟ قالت لي بصح ما فيه ذره شك. مشى جاب كاس العصير الثاني وحط فيه السم. ايوا داروا دوك الطقوس اللي على بالكم بيناتهم باش يودعوا بعضهم البعض، يعني لحظه الوداع. المهم فاش جات اللحظه باش يشربوا دوك الكيسان باش ينتحروا يموتوا ويتلاقوا في الحياه الاخرى حسب زعمهم. قال لي يلا نبداو، وقالت لي راجلي العزيز الله يخليك انا نبدا، انا ما نقدرش نشوفك كتموت قدامي. هو كيقول لي انا اللي نبدا قبل منك يا حبيبه، بحال داك الشيء ديال الافلام. وراكم عارفين ولد العبد كلا ليها دماغها وكيمثل عليها، السيده على نيتها ما تيقاه. بدات هي الاولى وشربات داك العصير وهو مازال ما بداش. سولها قال لها باش كتحسي؟ السيده بداو عينيها كيحماروا وكرشها كتقطع بالوجع، هو كيشوف فيها. قالت لي ويلا شرب حتى انت. قال لي حتى نطمئن عليك باللي متي ومن بعد نموت موراك. ايوا مسكينه بقات كتوجع وكتغوت حتى مات. وشنو دار هو؟ كف هذاك العصير ومشى بلغ البوليس باللي مرتو انتحرت. من بعد جاو البوليس لمسرح الجريمه داروا البحث، بالفعل لقاو البصمات ديالها في كاس العصير بلي هي اللي انتحرات وما كاينش شي اثار العنف من الطرف الثاني. بالاول تيقول البوليس القصه بلي هي اللي انتحرت، لكن كيف ما كتعرفوا البوليس يجبدوك غير ديرها مزيانه. سولوه سؤال واحد، قالوا لي علاش انتحرت؟ هنا السيد ما فهم والو وما عرفش باش يجاوب، من غير بدا كيتمتم. وزاد سولو داك الضابط، قول علاش انتحرت؟ السيد ما عرف ما يقول، بدا يدخل ويخرج في الهضره. حقا والله ما عرفت. المهم بقاو عليه عاود سولوه ديال من داك الكاس الاخر. ايوا هنا زيروا على خونا وتلف صافي شكو فيه، وبقاو عليه واحد شويه وهو يقول لهم انا نقول لكم داك الكاس ديالي وانا ومرتي اتفقنا نموتو بجوج، وهي اللي قالت لي انا نموت قبل منك، ما نبغيش نشوفك راجلي كتموت قدامي.
وشربات داك العصير وماتت. وانا تندم معايا الحال ما شربتش العصير ديالي، ما بغيتش نموت. وملي حققوه معاه مزيان لقاو خونا مصاحب مع وحده اخرى وباغي يتزوج بيها ويتفك من الاولى. داكشي علاش دار هاد الخطه باش ما يتورطش زعما. صدق تورق طريقه خايبه وحكموا على العاشق والهان ديالنا بالاعدام من بعد ما استنفوا خفوا ليه الحكم المؤبد، لان ما كانش قتال بشكل مباشر، بغا يستعطف مرتو ولعب ليها على الوتر الحساس باش تنتحر. وهذا الخبر تنتشر في 2013 اللي هو سنة تنفيذ الحكم. ومن بعد تخفيف المؤبد إلى هنا تنتهي قصتنا مستمعينا الكرام. إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله. نتمنى أنكم استمتعتوا بهذه القصة وما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والآراء ديالكم. كان معكم أخوكم المختار.